السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا ومتابعين صبري والي على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى كل مواقع التواصل. طبعا النهارده بفضل الله عز وجل انا حبيت نعمل لكم فيديو كده تلبية لرغبة كتير من متابعين القناة عندي، سواء على اليوتيوب او على الفيسبوك او على جميع مواقع التواصل. ناس كتير طلبت مني، قالت لي يا باشمهندس احنا عايزين دراسة جدوى للمشروع الابراج. تمام، وقالوا لي ناس كتير يعني بتطلب، فانا قلت لهم ان شاء الله وعدت كتير من الناس حبايبي اللي هم متابعيني ان انا نعمل لكم دراسة جدوى سريعة كده على سبيل المثال لبرج مثلا 1500 فخار. طبعا بصوا معلومة عشان بس نحب نعرفها لكم. البرج ال 1500 فخارة ده عشان هنتكلم معاكم في عدة نقاط يعني بالنسبة للأكل والإنتاج وكده. طبعا البرج ال 1500 فخارة ده يشيل معاه قوة استيعابية للحمام. أنا بنحسب لكل جوز حمام بنحسب 3 فخارات. ليه 3 فخارات مش فخارة أو فخارتين؟ لأن ال3 فخارات، في فخارة الأم بتنام عليها في البيض. طيب الأم نايمة على البيض، الأب هيبات فين؟ هيبات في الشارع ولا بينام في فخارة تانية؟ يبقى بينام في فخارة تانية. يبقى أنا كده أصبح عندي فخارتين، واحدة للأم وواحدة للأب. تمام، هذا فخارتين. طيب الزغلول نفسه أول ما بيطلع والأم بتنفخ الحصلة بتاعته وتبدأ تأكله وتدفيه ويبدأ يعني يريش كده، بعد أسبوع ولا حاجة الفخارة ما عادش تاخد ال3 حمامات. ركز بس في الكلام اللي أنا بقوله دول. يبقى هنا الأم بتسيب جوز الحمام الزغلول، يبقى الأب في اليمين والأم في الشمال، وهم الزغلول في النص حراس عليهم وبيتبدلوا عليهم في الأكل والطيران ويسرحوا بره. تمام، دي تاني حاجة. يبقى أنا بنحسب لجوز الحمام عندي كام فخارة؟ 3 فخارات. يبقى ال 1500 فخارة عندي يشيلوا كام؟ طبعا برضه عشان نكون منصف ونكون صريح معاكم، الأم بترجع تاني في البيضة اللي هي حارف فيها، بترجع تبيض تاني في نفس الفخارة بقى اللي هي التالتة دي اللي هي بتخدم على تبيض تاني، والأب بيخدم على الزغاليل في فترة البيض في الآخر. فأصبح الأم بتشتغل في نفس الفخارة اللي هي رقم 3. تمام، يبقى أنا المفروض بنحسب فخارتين ونص بس على المستوى العام، لأن ال 1500 فخارة عندك ما هماش كلك 1500 فخارة صافي، في منهم فتحات بتدخل وتطلع. ففي المجمل بتاعك بنحسب على ال3 فخارات. يا رب ما تتوهوش مني وتكون المعلومة واصلة كويس. المجمل بتاعي كام؟ 3 فخارات. تمام، انا هنحاول نختصر عشان الفيديو ما يبقاش طويل والناس كلها تستفاد منه، يعني ما يعديش ان شاء الله، ما يعديش 7 دقائق 5 دقائق والناس تسمعه كله يعني. تمام، طيب يبقى انا هنا النهارده القوة الاستيعابية للبرج بتاعي من 500 ل 600 جزء اقصى حاجة. تمام، طيب يبقى انا عشان كاتبها في ورقة بس. طيب بداية انا خلصت البرج بتاعي وشطبته، المفروض هننزل فيه كام؟ البرج يشيل 500 جوز، هننزل 500 جوز؟ لا، هتنزل 150 جوز حمام بس. هتنزل كام؟ 150 جوز حمام في البداية. تمام، الحمام اللي انت هتجيبه ده يعني الحمام بيشتغل عن عمر كام؟ الحمام بيبلغ للشغل عن عمر 5 شهور، 5 شهور ونص. طيب انت هيجيلك الحمام عمر شهر ونص، يبقى اذا الحمام هيشتغل معاك لمدة كام؟ بعد 4 شهور. ركز معايا، انا عندي 150 جوز هيشتغلوا معايا بعد 4 شهور ما ننزلهم من البرج. تمام، بدأ بعد 4 شهور الحمام يشتغل معايا. وهل كل واحد ومزاجه بقى، كل واحد ومزاجه، بس انا هنشتغل لك على ال 150 بس. طيب المفروض انا بنطلع بعد ما بيشتغلوا ال 150 جوز بنطلع منهم نافق 10%. تمام، وبنطلع منهم كمان بيضة مثلا حمام مريح ما بطش اصلا كمان 10%. يبقى انا عندي كام؟ الانتاج هيكون كام؟ 80% من ال 150 جوز. اذا هيكون متوفر معايا من ال 150 جوز حوالي تقريبا كام؟ 120 جوز حمام كل 40 يوم. ركز معايا، الام بتنام على الحمام 20 يوم وانت بتاخده بعد 20 يوم، يبقى اذا كل 40 يوم. تمام، ال 40 يوم دول انت المفروض هتسيبهم في البرج. يعني انا مثلا
عايز البرج يكتمل معايا يشيل كميه حمام 500 600 جوز نملاه، يبقى انا هنسيبهم كام معايا؟ 4 دورات، لان 4 دورات في 40، 4 في 40 بكام؟ يعني 4 دورات في 40 يوم، كل دوره حوالي 120 جوز من ال 150 بعد ما طلعت النافق، هتلاقي ما شاء الله اداك حوالي، يبقى 4 في 100 ب 400، و4 في 40 ما شاء الله حوالي 160، اذا 560، يعني دخلت في 600 جوز بعد 4 دورات باذن الله. ده اللي احنا اتعلمناه وشفناه بعينينا مع التربيه الصح، وان انت تشتغل صح الصح. تمام؟ يبقى انا 4 دورات في 40 يوم، هيتم عدد اكتمال البرج بتاع ال 60 يوم. تمام؟ يبقى اذا كده بعد تقريبا كام؟ 6 اشهر عند اكتمال البرج هيتم جمع عدد من عندي بقى. انا هناخد من ال4 دورات كلها بقى، ركز معايا. عند اكتمال الكل للبرج هيتم عدد جمع، المفروض ال 600 جوز دول يدوني كام؟ ال 600 جوز يديني كام؟ لما هناخد من ال 600 او هنطلع بعد ما نطلع النافق بتاعهم اللي هو 20%، هديك تقريبا 450 جوز خلال ال 40 يوم. ال 600 جوز هنطلع منهم 150 نافق ومري. تمام؟ مما يعادل 100 جوز كل 10 ايام. يعني انا ال 40 يوم دول هنخش ناخد في كل 10 ايام 100 جوز منين؟ من البرج. من الكلام ده انا بكلمك لما البرج يكتمل نهائي كل العدد بتاعه، هناخد كام؟ 100 جوز كل 10 ايام. في سعر البيع مثلا كام؟ 140 جنيه. يبقى بكام معايا؟ يبقى ال 100 جوز كل 10 ايام في 140 تقريبا هيعمل كام؟ 14,000 كل 10 ايام. يبقى انا معايا 14,000 جنيه كل 10 ايام، ده داخل لي. تعالى بقى نشوف المصاريف. طب انا هنصرف ايه؟ انا بنتكلم معاكم لان انا دخلت في ال7 دقايق فعايز نختصر، معلش يا رب ما تتوهوش مني. فانا المصاريف دلوقتي، جوز الحمام بياكل في اليوم 25 جرام. في اليوم كام؟ 25 جرام. يبقى في ال 40 يوم هياكل مني ايه؟ كيلو. جوز الحمام بياكل مني كام؟ كيلو. يبقى سعر كيلو الكلفة الجاهزة حوالي 20 جنيه. 20 جنيه في 100 جوز عندي ب 2000 جنيه. ال 2000 جنيه دول مصروف كل كام؟ كل 10 ايام. هنطلع 2000 جنيه من ال 14,000 زائد مصاريف تحصينات وعلاجات 500 جنيه كل 10 ايام، يبقى ده كده عندي 2500، زائد موظف راتب عندي شهري بياخد له مثلا 12,000 لو انا عامل مجموعة ابراج. يبقى انا هينوب كل مثلا 100 جوز فيهم 3000 جنيه كل 10 ايام. يبقى انا كده الاجمالي عندي كام؟ 5500. انا بعت 5500 من ال 14,000، يتبقى عندي كام؟ 8500 من الاجمالي الكلي معايا كل 10 ايام. لو تحسب 8500 في ال 40 او في الاربعه هيدوك الناتج، احسب انت. تمام؟ انا رجاء يعني ايه ما تتوهوش مني، يكون يا ريت ورقه وقلم وتحسب ورا مني. تمام؟ يبقى انا كده انا عندي كل 10 ايام 8500 جنيه، نهار ما هيبقى عندي في البرج 600 جوز. طب انا عندي 100 جوز حمام وعايز تكسب لي معرفش ايه، انا عندي مثلا كذا، يبقى وبرضه انا حاطط لك راتب، حاطط لك علاجات، حاطط لك اكل وشرب للمكان. تمام؟ طبعا مصاريف البرج ما نقدرش نكلمك فيها، انت كلمني واستفسر. ده البرج اللي هو هيشيل معاك تقريبا 1500 فخاره او 1600 فخاره. تمام؟ طيب انا هنا بالنسبه لي في الاكل بتاعي في ايام هنوفر عليك اكل. يعني احنا النهارده في موسم، احنا زراعه فول، الفول منور ورايا اهو، يا رب تكونوا شايفين الفول منور ورايا اهو. لسه قدامه مثلا شهرين على ما ينضم، بعد شهرين هتلاقي عندك فول وهتلاقي عندك غله في الارض. الحمام بياكل الفضلات بتاعه الفول وبتاعه الغله، بيوفر عليك في الاكل. انا ما حسبتلكش سبله الحمام. سبله الحمام ما حسبتلكش انك تبيعها على اساس ان حضرتك عندك ارض هتسمد بيها في الارض، ما بعتهاش. لو ما عندكش ارض بتبيعها طبعا، بتنباع بالكيلو. تمام؟ طيب ده حاجه، بس انا حطيتها لك صافي يعني مكسب حمام وبس. تمام؟ انت عندك تاني في موسم الرز بيوفر عليك في الاكل، موسم الغله والفول بيوفر عليك في الاكل، موسم الفاصوليا، موسم السوداني بيوفر عليك في الاكل. انت في منطقه صحراويه وما عندكش
اكل. ممكن تزرع شويه غله قمح او شعير، حلو خالص، هيوفر عليك في الاكل والشرب. طبعا يا رب تكون باختصار كده باستفاضه. انا عندي للاسف ان انا مش عايز نطول الفيديو عشان كل الناس تسمعه. ارقام التواصل بتاعتنا 01000 739 728 031 858 30 31 012 74 71 65 99. طبعا انا هسيب لك عامل واحد هياخد راتب مثلا على سبيل المثال 12000. هو العامل هيخدم برج، هو اللي هيخدم 10 ابراج، هو اللي هيخدم 20 برج، هو اللي هيخدم 50 برج. كلمني في اي وقت واستفسر مني اكتر على راسي. انا بعت لك دراسه جدوى على الواتساب 01000 و011 عليهم واتساب. كلمني في اي وقت، انا على راسي في كل المحافظات، شغالين على برج، على 2، على 3، على 10، على 100، على 1000 برج. ما تستصغرش، لو برج واحد و500 فخاره هجي لك اعمله لك. مش عايز شغل خالص وحابب تستفسر مني اي معلومه كلمني على راسي من فوق هنفيدك. يا رب يكون افضت معاكم في الفيديو في عجاله، غصب عني الفيديو طول، كنتش حابب نطول. يا رب دعواتكم لنا بظهر الغيب. جزاكم الله خير، في حفظ الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.